مساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا وين ما تكونون. كل عام وانتم بألف خير. رمضان مبارك علينا وعليكم، ينعاد علينا بالصحة والعافية وقبول الطاعات يا ربي. اليوم أول يوم ابتدينا به من برنامجنا الرمضاني ليالي رمضانية، وكل عام وانتم بألف خير. أني والزميل راح نكون مسؤولين عن تقديم البرنامج، أني والزميل سجاد المطوري. شكرا لك طبعا زميلتي أعراف. نعم أحبتي المتابعين الكرام، اليوم الحلقة الأولى من برنامج، وهو برنامج ليالي رمضانية. طبعا هناك جوائز اليوم، الحلقة المقدمة جوائز من روضة عالم سمسم في قضاء الزبير. تحياتنا لهم وتحياتنا لجميع الكوادر التدريسية في روضة عالم سمسم في قضاء الزبير، وتحياتنا للأستاذة وفاء. طبعا نعم أحبتي المتابعين الكرام، ابقوا معنا، ولكن بعد هذا الفاصل. السلام عليكم، كل رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير، ينعاد علينا وعليكم صحة وعافية وسلامة وستر. نتعرف بحضرتكم، منو راح نبلش بمنو أول؟ وعليكم السلام، رمضان كريم على الجميع إن شاء الله، على الشعب العراقي. عمري وياك رحاب. أهلا وسهلا رحاب. أهلا بيك. رحابتي ربة بيت، موظفة، طالبة، شنو؟ موظفة. نعم. وين موظفة؟ خريجة آداب إنجليزي. متعينة. زين. ايش وقت جيتي الفرن؟ قبل ساعة. يعني مو هنا فطوركم بالبيت؟ لا بالبيت. زين، شنو فطوركم؟ مطبق دجاج. منو طبخ؟ خالتي. زين. امها عين شغل البيت، هاي منو كملوا؟ علي. انتي. والبنات هنا شنو شغل؟ وانتي هنا؟ هم وياهم. طالبة. 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 أنا هم طالبة خامس. زين، عندنا سؤال وعندنا انتم تجاوبون على السؤال، واكيد ويا السؤال جائزة. استاذ سجاد. شكرا للست أعراف. مساء الخير، أول شيء رمضان كريم. مثل ما عرفنا يعني احنا برنامج وهو برنامج ليالي رمضانية وأجواء رمضانية. طبعا الهدايا مقدمة من روضة عالم سمسم الأهلية في قضاء الزوير. طبعا ترجون أسئلة بيهن يعني دين لو فرشي. كيف يكون نوع الأسئلة؟ سهلة. سنبل. بما احنا على جو يعني رمضان، نسألكم ما معنى كلمة رمضان؟ كلمة رمضان. ولا وحدة تجاوب تاخذ هدية. رمضان معناها الحر الشديد. ياهو قال لك. هي معناها هيك. أي. يعني ما قلت. لا ما حد ساعدني. طبعا الجواب يمكن هو اعتقد جواب غلط يعني يشمل الحر الشديد. ياهو يقول صح وياهو. اي هو صح. الجمهور يعني. الجمهور كله ميت. الف مبروك. طبعا جواب صحيح، بس الهدية طبعا الهدية مقدمة من روضة عالم سمسم. الف مبروك. شو تحبي توجهين كلمة؟ طبعا احب اشكركم على هالبرنامج الحلو، وشكرا لكم. العفو. الله يحفظكم ان شاء الله. يحفظ الجميع ان شاء الله. الله يقبل الصيام. نعم أحبة المتابعين الكرام، وما زلنا أنا وياكم متواصلين في التغطية الإعلامية من برنامج ليالي رمضانية. ابقوا معنا، ولكن بعد هذا الفاصل. السلام عليكم خالة، كل عام وانتم بخير وصحة وعافية وسلامة وستر يا ربي. رمضان كريم علينا وعليكم. نتعرف بحضرتك. أم أحمد. يا أهلا وسهلا أم أحمد. أم أحمد. الله كريم على أمة محمد وعلى كل مسلم. رمضان كريم عليه، والله يعوده كل سنة بخير وعافية إن شاء الله. آمين آمين يا ربي علينا وعليكم. أنت هنا شنو خالة تبيعين لو شنو؟ ايه. يعني رزقك هنا، نقول مثلا هنا باب رزقك. اي الحمد لله والشكر. الحمد لله، الله يزيدك ويرزقك يا ربي. لا ما عندي. عندي سؤال راح أسألك، وإذا جاوبتينا تأخذين جائزة. تفضلي سيري. عندي سؤال يقول: ما هي أقصر سورة بالقرآن الكريم؟ أقصر سورة. أصغر سورة. سؤال بسيط. الفاتحة. لا. أقصر سورة. القلهو. مو؟ لا. زين أوكي، راح أعطيك خيارات. عندي سورة الكوثر. هي الكوثر. يلا عيني. اي اوكي زين، حافظة من عندها؟ حافظة من هالشيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصلي في ربك وانحر إنك شانئك هو الأب. يا بشطورة. العلي العظيم. عيني
يعني يلا فزتي ويانا بجائزة بسيطة مقدمة من روضة سمسم، روضة عالم سمسم للأطفال، أهلية هي روضة أهلية في قضاء الزبير. يلا يابا بالعافية وأهلا وسهلا بيك، تشرفنا. الله يعودكم إن شاء الله، ويامكم سعيدة مقدما. جميعا إن شاء الله، شكرا. كل عام وانت بخير عمو، رمضان مبارك عليك، ينعاد عليك بالصحة والعافية إن شاء الله. نتعرف بحضرتك؟ أني أبو علي من أهالي البصرة. نعم أهلا وسهلا بك أبو علي. أبو علي شو تشتغل؟ أنا متقاعد حاليا، سابقا شنو موظف شنو؟ كنت بالنفط أشتغل. الله يسلمك. إيه. زين خلينا نتعرف على خالة ونرجع لكم. السلام عليكم، شلونك خالة؟ كل عام وانت بخير. انت بخير حبيبتي، الله يعودكم ان شاء الله. نتعرف عليك؟ انا ام علي، ربة بيت. أهلا. علي ربة بيت. إيه، ربة. أم علي وأم أبو علي، راح نعطيكم سؤال ونريد منكم جواب، وإذا جاوبتونا حنعطيكم هدية. متفقين؟ يلا. السؤال يقول: ما هي أول شجرة خلقها الله عز وجل؟ راح أشوفكم إذا تقدرون تجاوبون أوكي، إذا ما قدرتوا نعطيكم خيارات. ها؟ شجرة آدم. لا. ما هي أول شجرة خلقها الله عز وجل؟ يا شجرة. أعطيك خيارات؟ يلا. يلا أنت خيارات: العنب، لو التين، لو الزيتون. شجرة العنب. زيتون. شجرة الزيتون، جواب صحيح. وانطونا هدية. وطور السنين. أي وهذا بالضبط. البلد الأمين. بالضبط. يا نريد جائزة؟ نعطي جائزة العمو. يلا خلونا نوقف بالله. ممكن توقفون؟ هسه نعطيها الهدية الخالة لو إليك؟ والله لا ما هي صدق ماكو فرق. ها خالة؟ نعطيها إليك لأنه هي أشياء نسائية. الراعي الرسمي لجوائزنا هذه الليلة من برنامج ليالي رمضانية هي روضة سمسم للأطفال في قضاء الزبير. كل الهلا بكم وشرفنا كلش. أكيد عمو، إذا عندك كلمة تحكيها لنا. والله أنا فرحان جدا، لأن ما كنت أتمنى من زمان بصرة تكون بهيج جمال، بهيج ناس موجودة. بس الرجاء اللي أرجوه إنه العوائل اللي تجي هسه، أنا شوفي مو أريد أمدح بروحي، لا طبعا. يعني أهم شيء يحافظون على نظافة المكان، لأن هذا هاي فد شيء حضاري طبعا أكيد. يعكسنا إحنا طيبتنا أهل البصرة. صحيح. وأتمنى إنه من كل العوائل إنه يحذون حذونا، إنه يحافظون على المكان النظيف. اي والله إن شاء الله إن شاء الله يسمعوك عمو. يا ما. تسلم لي عمو. خالة تحكي لنا كلمة؟ شكرا جزيلا، والله يوفقكم والله يعودكم ان شاء الله، ونتمنى الفوز للجميع ان شاء الله، والله يبارك فيكم وبأمركم ان شاء الله. يعني شكرا جزيلا حضوركم. حبيبتي ناخذ فاصل ونرجع لكم اكيد. نعم أحبتي المتابعين الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل من برنامج ليالي رمضانية في كورنيش شط العرب. طبعا نلتقي مع العائلة. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله على الجميع. ام نور. ام نور حياك الله. شنو اسمك؟ نور. نور. احكيني عن اجواء رمضان. والله كلش حلوه الاجواء، يعني واحد يطلع هو والعائله يتونس، وهاي اجواء حلوه والله. يوم ورا الفطور تطلعون لو اليوم اول يوم؟ لا اليوم اول يوم والله. مو والله قلنا خلينا نشوف الكورنيش. اي واليوم الجو حلو هم، يعني رغم مطر وهاي بس حلو، يعني الاجواء حلوه. بالعكس الكورنيش حلو بالمطر. اي والله. شو تقولين انت نور؟ الكورنيش حلو بالمطر لو لا؟ حلو. حاضرين منك شيء عن المطر؟ لا. شيء ما حاضر. لا صفي. سادس. ان شاء الله ننجح. طبعا احنا برنامج وهو برنامج يعني ليالي رمضان. هناك جوائز مقدمه من روضه عالم سمسم اللي هي في قضاء الزبير. تحياتنا لهم. السؤال سهل، ترى سهل لو صعب؟ بعد انت المؤل عندك هذه. شوف السؤال: ما هو جمع كلمه فم؟ افواه. من يقول؟ انا اقول. اللغه العربيه تقول له انت؟ لا اللغه العربيه افواه. لا مو قلت انا اقول. لا. يعني مو اللغه العربيه. لا اللغه العربيه بعدين. ان شاء الله. طبعا هو نعم الجواب صحيح، يعني هو الجمع كلمة فهم أفواه. بس الجائزة طبعا الجائزة راح تكون من روضة عالم سمسم الأهلية. بس الجائزة طبعا هذه جائزة مقدمة من روضة عالم سمسم. كلمة أخيرة تحبين توجهينها للشعب العراقي من خلال الكاميرا؟
الله يعود ان شاء الله رمضان الكريم على الجميع ان شاء الله يا رب بصحه وسلامه يا رب. ان شاء الله الله يتقبل من عندك. نعم احبتي المتابعين الكرام، لازلنا انا وياكم متواصلين في التغطيه الاعلاميه من كورنيش شط العرب وبرنامج ليالي رمضانيه، ابقوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل. رمضان كريم علينا وعليكم، ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وكل عام وانتم بألف خير. نتعرف حضرتك؟ لمياء عبد الزهرة، ربة بيت. يا أهلا وسهلا، رمضان علينا وعليكم كريم إن شاء الله، على الجميع، على أمة المسلمين. حبيبتي رمضان كريم علينا. حبيبتي انت شنو نتعرف على اسمك؟ فاطمة. فاطمة طالبة؟ نعم. يا صف سادس. شاطرة؟ ايه. طلعتي آخر فصل؟ بعدنا ما مطينا لحد الآن. ايش موظفهم؟ لا ناجحة. لا مال ذاك الفصل الطونة. اي ناجحة. تمام. هسه عندنا سؤال، راح أعطيكم سؤال وإذا جاوبتونه راح تاخذون جائزة. تمام؟ احنا ما عندنا خاسر إن شاء الله. أوكي؟ يلا. السؤال يقول: ما هو النبي الذي صام عن الكلام؟ من هو النبي الذي صام عن الكلام؟ هل هو النبي يحيى عليه السلام؟ النبي يونس؟ النبي زكريا عليهم السلام؟ لا، نبي صام عن الكلام، منو؟ لا، زكريا، واحنا قاعدين نسوي اعمال زكريا وصيامه. ايه تمام. احنا قلنا اللي يجاوب راح يعطيه جائزه. يا رب سلمونا. ورمضان كريم علينا وعليكم. الراعي الرسمي لجوائزنا لهذا اليوم هي الروضه الاهليه، روضه عالم سمسم في قضاء الزبير. يا أهلا وسهلا، وكل عام وانتم بالف خير. عيني حبيبتي. على الجميع إن شاء الله، رمضان كريم وينعاد علينا وعلى المسلمين، كل عام وأنتم بخير. وانت بألف خير حبيبتي. خليكم ويانا متابعين، ناخذ فاصل ونرجع لكم. نعم احبتي المتابعين الكرام، الى هنا وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم برنامج ليالي رمضانية. راح نختم اليوم حلقتنا بهذا اليوم. كان الراعي الرسمي لحلقتنا لهذا اليوم هي روضة عالم سمسم الأهلية في قضاء الزبير. وجه نعم. كلمة. نعم احبتي المتابعين الكرام، ابقوا معنا وفي حلقات قادمه وفي اماكن اخرى وفي جوائز قيمه وفي داعمين وسبونسريه اخرى. شكرا جزيلا لكم، تحياتنا لكم. كان معكم في الاعداد والتقديم أعراف الطرفي. سجاد المطوري. الى اللقاء. أهلا وسهلا بكم علي.